عارف ايه الفرق بين واحد بيشوف وواحد بيفهم اللي هو شايفه؟ الفرق هو البصيرة. في ناس عينيها 6/6 بس تايهة في الزحمة، بينخدعوا بالمظاهر وبيصدقوا أي ضحكة وبيمشوا ورا أي لمعة كدابة. وفي ناس تانية يمكن ملامحهم هادية بس عندهم رادار رباني، بيشوفوا اللي ورا الكلام وبيحسوا بالنية قبل ما تطلع. البصيرة هي الأثر اللي بيخليك منارة للي حواليك في عز الضلمة. النهاردة هنتكلم عن عين القلب، السر اللي بيخليك تقرأ الدنيا صح. أهلا بيك في الأثر 24 البصيرة، لما النور يجي من جوه. البصيرة مش سحر ولا هي علم بيتدرس في الكتب. البصيرة هي نقاء في الروح بيخلي الحقيقة تبان واضحة. أثرك كإنسان بصيرة بيبان في قراراتك، إنك مش بتمشي ورا القطيع ولا بتنبهر بالزيطة الكدابة. البصير هو اللي بيعرف يفرق ما بين الذهب والنحاس في معادن الناس من أول موقف. وأثرك هنا هو الحكمة، إنك تكون الشخص اللي الناس بتروح له لما الدنيا تتلخبط قدامهم عشان يلاقوا عندك الرؤية اللي غايبة عنهم. الإنسان اللي عنده بصيرة أثره ما بيتنسيش، لأنه دايما بيحط إيده على الوجع الحقيقي، ودايما كلامه بيلمس الروح قبل ما يوصل للودان. رأى القلب ما لا يرى الناظر، وأدرك ما لم تنل الخواطر. فلا تثقن بعين الظنون، فإن العيون لها مصادر. وكم من ضياء يضل العقول، وكم في الظلام هدى وبصائر. إذا ما استنار الفؤاد بنور، جلت عن محيا الرشاد الستائر. الشاعر هنا بيقول لك إن العين ممكن تغشك بالنور الكذاب، لكن القلب لو استنار كل الستائر بتقع والحقيقة بتبان. البصيرة هي إنك تتأنى قبل ما تحكم، وإنك تسمع لغريزتك اللي ربنا حطها فيك. أثر البصيرة في حياتك هو الأمان، إنك مش بتقع في نفس الحفرة مرتين، وإنك بتعرف تختار ناسك وطريقك بدقة. لما تكون بصير أثرك بيكون هادي وقوي، إنك مش محتاج ترفع صوتك عشان تثبت وجهة نظرك. حقيقتك بتبان في هدوءك وثباتك قدام العواصف اللي بتطير عقول غيرك. البصيرة بتبدأ بكلمة واحدة، الصدق مع النفس. طول ما انت صادق مع نفسك ربنا هينور لك بصيرتك وهتشوف الدنيا على حقيقتها. اسأل نفسك النهاردة، كم مرة عقلك قال لك حاجة وقلبك كان حاسس بحاجة تانية وطلعت انت صح؟ كم مرة انخدعت في برواز ونسيت اللوحة؟ قرارك النهاردة، غمض عينيك عن الظواهر شوية وركز في الجوهر. اسمع لقلبك في قرار كنت متردد فيه، وثق ان النور اللي جوه عمره ما هيضلك. وده كان رابع أثر معانا في رحلة أثر البصمة. وأثرك قرار صغير النهاردة.